يا جماعة خلونا نكون صريحين. ما في شعور يرعب في شوارعنا أكثر من إنك تكون ماشي بأمان الله وبالك مشغول بمشوارك، وفجأة في هذيك اللحظة تحس قلبك وقف وتبدأ رحلة الأسئلة اللي ما تنتهي. صورني أنا ولا اللي جنبي؟ يا ولد أنا كنت مثبت السرعة عليه لقطني. والغريب إن أحيانا تشوف الفلاش بس ما تنزل مخالفة، وأحيانا ما تشوف شيء وتجيك الرسالة وأنت تتعشى. السؤال هنا واللي ودي تجاوبني عليه بالكومنت: قد انغدرت بفلاش ساهر وأنت متأكد إنك ما أنت مسرع؟ خلونا نفك السالفة بهدوء ونفهم وش اللي يصير. عشان نفهم ساهر لازم نرجع ورا شوي، وتحديدا لعام 2010. البداية كانت من قلب العاصمة الرياض كأول مرحلة لنظام تقني متطور، والهدف كان واضح وصريح: تقليل الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية في شوارعنا. ومن الرياض انطلق النظام وصار يغطي كل شبر في المملكة. لكن هل ساهر مجرد كاميرا وصورة؟ لا، الموضوع أكبر من كذا بكثير. كثير منا يحسب أن ساهر يصورك لما تمر من جنبه، وهذا فخ يطيح فيه كثير. ساهر يعتمد على تقنية الرادار أو الليزر. الجهاز هذا يرسل موجات غير مرئية تمشي في الشارع وتصدم بسيارتك وهي جاية من بعيد، وبناء على سرعة ارتداد هذه الموجات النظام يحسب سرعتك بدقة خيالية قبل ما توصل للكاميرا بمسافة كافية. يعني لو كنت مسرع وضغطت بريك قبل الكاميرا غالبا هو قد قدر لزومه وعرف سرعتك الحقيقية. وهنا يجي سؤال المليون: ليه يصورني وأنا نظامي؟ أحيانا الكاميرا تسوي معايرة، أو يكون الفلاش لتوضيح الصورة في الليل فقط، ومو كل ومضة معناها قسيمة. والآن دخلنا ليفل جديد تماما. الكاميرات اللي تشوفونها الحين في الشوارع صارت تشتغل بالذكاء الاصطناعي. صارت تقدر تفرق بين اللي رابط حزامه واللي مو رابطه، ومين اللي ماسك جواله واللي بس حاط يده على وجهه. والأهم، في كاميرات الحين تشتغل بالأشعة تحت الحمراء، يعني تلقطك بالليل والنهار وتعرف كل تفاصيل المخالفة بدون ما يطلع فلاش يزعجك أو ينبهك. ये देख, ये जाली लगा है ना, इसमें बोल 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 इसको बोल, करीब जाके बोल, उसको बोल. Assalamualaikum mudir malis, ana miskin girama maafi, ana miskin girama أنا maafi, 1000 ريال سالري. ana alfriyad salary, mudir malis mudir, sorry. عشان كذا دايم نقول النظام مو بس فلاش، النظام صار يشوف اللي ما تشوفه العين. في الخلاصة، ساهر انوجد عشان يخلينا نوصل لأهلنا سالمين، والتقنية هذه هدفها الأول والأخير حمايتنا. لا تحاول تتذاكى على ساهر ولا تشغل بالك بالفلاش، اشغل بالك بالطريق وبس. اكتب لي بالكومنت وش أغرب مكان لقطك فيه ساهر، وإذا حسيت أنك عرفت معلومة جديدة عن رفيق الدرب ساهر فالمطلوب وصل.